الأهلي يتوصل لاتفاق مع محمد الشناوي لتمديد عقده. الخطيب يخطف صفقة الزمالك. قرار مفاجئ من محمود الخطيب بعد طلب نجم الأهلي الرحيل. تعليق مفاجئ من مدرب البنك الأهلي. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أخبار الأهلي فور نزولها. ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأهلي يتوصل لاتفاق مع محمد الشناوي لتمديد عقده. توصل مسؤول الأهلي لاتفاق نهائي مع محمد الشناوي كابتن الفريق من أجل تمديد وتعديل عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل. عقد محمود الخطيب رئيس النادي أكثر من جلسة مع اللاعب للاتفاق على البنود الرئيسية في عقده قبل أن يتم تحويل الأمر إلي أمير توفيق مدير التعاقدات. ومن المقرر الإعلان عن تجديد عقد الشناوي فور الانتهاء من صياغة العقد. الخطيب يخطف صفقة الزمالك. يسعى المسؤولون في النادي الأهلي بقوة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتعاقد مع صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاستمرار المنافسة على البطولات. ويرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الفريق من أجل تحقيق البطولات. وعلم مصدر لموقع كورنر سبورت أن المدير الفني للمارد الأحمر السويسري مارسيل كولر طالب التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لاعب السيراميكا كليوباترا. وأكد المصدر أن الأهلي كان على وشك التعاقد مع اللاعب في يناير، ولكن تم رفض طلب انتقاله من مسؤولي سيراميكا كليوباترا، ولكنهم حسموا انتقاله مرة أخرى بعد نهاية الموسم الحالي. قرار مفاجئ من محمود الخطيب بعد طلب نجم الأهلي الرحيل. استقر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024 لخوض تجربة احتراف جديدة. كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي بأن التونسي محمد الضاوي كريستو جناج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب الرحيل بشكل نهائي عن الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر. وأضاف المصدر بأن اللاعب التونسي يرفض الرحيل على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة ويصر على الرحيل بشكل نهائي، خاصة بعد رفض إدارة الأهلي رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة. وتابع المصدر بأن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ترغب في خروج محمد كريستو على سبيل الإعارة في أحد أندية الدوري المصري كما فعلت مع الجزائري أحمد القندوسي وانتقاله إلى سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. تعليق مفاجئ من مدرب البنك الأهلي. قال مدرب بنك الأهلي في تصريحات تلفزيونية: الأهلي فريق هجومي وتكتيكي من الطراز العالي، وأعجبني طريقة، والفريق الأفضل هو من حقق الفوز في النهاية. وتابع: الجودة العالية للاعبي الفريق الأهلي كانت عالية جدا، وأنا استمتعت بهذه المباراة ولم أستطيع أن أوقف الهجوم الذي كان طيلة المباراة، وأنا فخور بما قدمه لاعبي الفريق اليوم. وقال: كانت مباراة هامة وصعبة في نفس التوقيت، والأهلي أفضل فريق في الدوري وكان علينا احترامه، وأهنئ لاعبي فريقي لأن المباراة لم تكن سهلة. وأضاف: أهنئ لاعبي فريقي على قتالهم حتى النهاية في مباراة اليوم رغم كل ما حدث.